منعا للقيل وقال وضربتين جزاء سيراميكا. تعالى معايا اوريك البنا ما حسبهمش ليه، وهم فعلا ليه ضربات جزاء مش صحيحه. الاولى اللي هي على ياسين مرعي، كوره خبطت وردت من رجل بن رمضان ومسافه صغيره جدا، وياسين كمان كان بيشيل ايده ورا ظهره والكوره خبطت في ايده، فالكوره لا تحتسب لانها جايه من رجل لعيب الاهلي وغير مقصوده تماما، غير ان المسافه اصلا صغيره. فكده دي اول لعبه. تاني كوره بقى اللي قدامك دي اللي اتردت من رجل كوكا لايده، وطبعا لا تحتسب ضربه جزاء لانها اتردت من رجل المدافع لايده. افهم كده وشغل دماغك، اتردت من رجل المدافع لايده، فهي لا تحتسب ضربه جزاء زي الكوره الاولى بالظبط. فالاتنين قرار صحيح من البنا ومن حكام الفار. البنا اللي ظلم الاهلي في كوره حسين السيد، لانه كان لازم يبقى طرد مباشر بعد التدخل ومنع هدف مؤكد من بن شرقي، ولكن البنا اكتفى بالانذار، وكانت هتغير نتيجه ومجرى الماتش وهتسهل الماتش جدا عن النادي الاهلي. ولكن الحمد لله ان البنا ما اتجننش في عقله وحسب واحده من دول ضربه جزاء. سلام.